من المضحك أن يجادلك جاهل حضارته في إرث أجدادك، وهو لا يعلم أنه يتطاول على أرض لقبها القدماء الإغريق بالأرض الأولمبية وأرض القمة، وهسبير الغربية أرض أطلس والجبابرة، أرض سباقة في العطاء للحضارة الإنسانية، أرض الأسلاف الذين كانوا أول من اخترع الملابس وطرق الخياطة، وأول من اخترع المجوهرات والحلي، وأول من تبنى علم أحمر موحد يجمع شعب المغرب القديم، وأرض أقدم جمجمة إنسان في تفوغالت المغرب، وأول عملية جراحية في التاريخ البشري. كل هذا وقبل 10,000 سنة وبكثير. نعم، إنه المغرب القديم، والذي عثر فيه أيضا على زخارف هندسية تعود ل7,000 سنة، زخارف لازلنا نعيش معها إلى يومنا هذا ونراها في كل مظاهر الثقافة المغربية الأمازيغية. دليل إركيولوجي دامغ يؤكد على أن أسلاف المغاربة سباقون أيضا في ابتكار أبجديات الزخرفة والنقش، والتي بقيت متوارثة من جيل لجيل إلى يومنا هذا.